سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 5 نجوم تقرأها عليكم رئيسة القناة أحلام وهالة سرحان. كرم شيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أصغر طفلة حافظة للقرآن بأكمله، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، متقدمة على 2391 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر. وخلال الاحتفال الذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية لتكريم حفظة القرآن الكريم بمختلف المعاهد المصرية والدول الإسلامية الأخرى، قام الدكتور طنطاوي بتسليم شهادة التقدير ومكافأة الفوز للمركز الأول للطفلة هبة عصام عبد العزيز عبد الحميد من محافظة الإسكندرية. وأوضح والد الطفلة أن ابنته بدأت حفظ القرآن في سن 3 سنوات في أحد المعاهد الأزهرية، وأكملت حفظه منذ 2 شهور، وأنه شجعها على المشاركة في المسابقة التي ينظمها الأزهر حيث فازت بالمركز الأول، وأشار أنه سيلحقها بالتعليم الأزهري فور وصولها إلى السن الرسمي للقبول في العام المقبل لتستمر في الحفاظ على مكرمة القرآن الكريم. دي حفظت القرآن وعندها 5 سنين يا أحلام. واضح ان احلام يعني هي ابتدت الطفله وعندها 3 سنين. انت بقى بتحفظي البيبي وانت عنده وهو لسه في بطن وعنده 5 شهور. هو المفروض كده هينزل حافظ يا رب ان شاء الله يا رب. مش كده ان شاء الله. اتفضلي يا احلام. الخبر التالي. ذكر تقرير الاخباري ان امراه اطلقت النار على زوجها بعد ان اطلق النار على دجاجتها المدلله. ودلت تحريات شرطية أن الزوجة انتزعت المسدس من يد زوجها عندما رأت دجاجتها مقتولة، وأطلقت النار عليه فورا. وقد نجح الأطباء في إنقاذ حياة الزوج الذي شرعت زوجته في قتله من أجل دجاجه. ألو، معانا اتصال يا أستاذة أحلام يا ريسة، الحقيقة معانا اتصال في وسط نشرة الأخبار. مين؟ خبر عاجل، خبر عاجل يا جماعة. ألو ألو الو ألو ألو الو ألو الو ألو 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 إحنا الو الصوت ملك الغناء العربي. الو مين؟ يا حبيب قلبي. الو ألو اهلين، كيفك حبيبي؟ أشعرت والله أشعرت. حلومه حبيبتي ازيك؟ محمد عبده. أنا أشعرت يا أستاذ محمد، أشعرت من استقبالها. ويلكم باك حبيبي انت حبيبي. إيه المفاجأة ده فعلا؟ وحشتونا، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا حبيب قلبي. احنا النهارده يعني المكالمه دي مش خبر عاجل، ده خبر نقطع الارسال ونقول لكل التلفزيونات في العالم تذيعوا معانا في وقت واحد. انا عايزاكي تمسكي قلبي. شوفي قلبي ايش يسوي. قلبها يا استاذ محمد. سلامة قلبها. وقلبي انا كمان شو الله يسوي؟ يسعدك يا ابو نور. قول امين. الله يسعدك. قلبي عليك التاع. قلبي عليك التاع، ما يحتمل غيبتك ابو نوره. ايوه قلبي عليك التاع. طبعا انت الليله الفضائيه بتاعتك اللي عايزاها تعملي فيها. هتعمل فينا، هتتحكم فينا وست قويه. انت عارف انا شو ابغي؟ ايوه انا كمان عارفه وكلنا عارفين. عايزه ايه يا مدام هاله؟ انا عايزه اشوفك مع احلام على الشاشه في حاجه رائعه، عمل جميل عظيم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. قمه الغناء العربي. وانا في المقدمه اشرت الى ان هي حصلت على شهاده ووسام تقدير من الفنان الكبير محمد عبده، حيث ان انت يعني اديتها شهاده بجمال صوتها. واعتقد يا احلام ان ده كان من الاشياء اللي فتحت لك الابواب على مصراعيها. طبعا اكيد. استاذ محمد عبده يعني استاذنا كلنا، استاذ كل الفنانين.
الفنان هذا زمان يا مدام هالة، دحين دلوقتي هي اللي بتدي اوسمه. يا سلام، هذا زمان، انت ده الحين بتدي اوسمه. لا لا بالعكس، انت يعني انت استاذنا وتاج راسنا يا استاذ محمد. استاذ محمد انت القمه. الو. واحلام يعني انت القمه، واحنا الحقيقه بنقول في مصر عندنا العين ما تعلاش على الحاجب، وكل الاجيال الجديده، وطبعا احلام ما بقتش جيل جديد قوي بس ما زالت يعني من الاجيال الحديثه في العالم العربي واللي اثبتت وجودها. بس انا هسالك عنها بقى كصوت، انت توصف صوت احلام بخبرتك الجميله، وانا كان ليا لقاء معاك اعتز بيه جدا، عملنا تحليل لعالم الموسيقى والاصوات في العالم العربي. خط قطع استاذ محمد، عايزين نسمع صوتك تاني، يا ريت نسمع. انا كان نفسي اساله يوصف لي، يعمل لي تحليل لصوتك. صوتك باظت نشرة الاخبار. اتصلوا بالاستاذ محمد عبده، مش يا اسمر، اتصلوا لنا بالاستاذ محمد عبده. الاخبار باظت ومش هتعرف رئيسة القناة تعمل حاجة من غير ما نسمع صوت الاستاذ. اي طبعا خلاص، انا ما راح اجاوب ولا راح اقرا اسئله ولا شيء، ما حد يبص لي خلاص. عملت اضراب يا استاذ محمد. سيداتي ساداتي، خبر عاجل تاني، اضراب رئيسة القناة 5 نجوم احلام عن الادارة وعن الاجابة وعن الغناء حتى تتحدث لقمة الغناء العربي الاستاذ محمد عبده. والحقيقة ده شرف كبير لينا النهاردة اكيد والله، وانا عايزة اقول ان هو اثلج صدورنا حقيقة. ابو نورة ان شاء الله هيثلج صدورنا ايضا، وهيكون معانا الاستاذ محمد عبده رئيس قناة 5 نجوم ان شاء الله في رمضان. حاجة كده يعني عشان نقول اسم محمد عبده، لازم نحيي اسم محمد عبده. شوفي بأي حاجة. ده استاذ محمد عبده. ايوه شفتي؟ المطربين بتوع اليومين دول اللي لسه ما بقالهاش، لسه ما كملتش الريش اللي عليها، تبقى طاووس، هي لسه اقل من الفرخه كمان. صحيح. شفتي استاذ محمد عبده؟ صحيح. الو. اهلين استاذنا، قطعنا نشرة الاخبار، توقفنا، عامله لنا اضراب وقالت مش هكمل البرنامج ومش هغني، وعملت لنا كده وقلبت لنا وشها وقالت مش مشتغل. استاذ محمد، اول ابغى اقول لك كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اليوم العيد الوطني. كل سنه وانتم طيبين في دوله في المملكه العربيه السعوديه. وانت طيبه يا فهد، وكل سنه وانت طيبه مدام هاله. كل سنه وانتم طيبين وبخير. وحشتينا قوي يا مدام هاله، قوي 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 يا استاذ محمد. يعني شوف مين اللي بيقول الكلمه دي، انت اللي وحشني من زمان ولك وحشه كبيره. وانا عايزين نقول لاحلام دلوقتي، هي بتقول لك اللي لسه الشباب اللي طالع جديد اصابوا الغرور، ولو ان انت طول النهار يتهموكي بالغرور، بس هنتكلم في الموضوع ده بعدين. الشباب اللي طالع جديد عنده تعالي وغرور، وبتقول لي شوفي استاذنا الكبير، شوفي قمه الغناء العربي، البساطه والروح الجميله والتواضع اللي انت علمته لنا. يعني الاخلاق دي احنا عايزين الجيل الجديد يشوفها ويشوف القمم اللي زيك ويتعلم منكم. هتشبه لي صوت احلام بايه بقى في آلات الموسيقى أو في الطبيعة؟ هل هو قيثارة أم أن هو كمان، أم أن هو جبل، أم أن هو بحر؟ يعني تشبه لي صوت أحلام بإيه بالظبط؟ أحلام دايما أنا بقول هي ربابة. صوت الربابة الحلوة الخليجية الجميلة. أيوة. صوت الخليجي اللي صوت الربابة الخليجي الجميل اللي له كده نفس خليجي وطعم خليجي ونكهة خليجية مميزة يعني سفيرتنا في الدول العربية والغير العربية. الله يسعدك يا استاذ محمد. طب وانت تقولي ايه بقى يا احلام لاستاذنا الكبير؟ والله هو صوته انا اعتبره خليط كل الآلات الحلوة الجميلة. حقيقة